منطقة الجزاء، ينطلق بسرعته المعتادة، يتوغل يدخل، لكن بعد ذلك التدخل من الكسندر ارنولد والخط بين جماهيرهم، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، لكن ايضا تدخل وبرايتون هو الطرف الافضل. كرة ملعوبة بشكل مباشر، لكن ايضا عرضية داخل منطقة الجزاء امامية، لكن من اعلى نقطة اليسون ينجح في الوصول الى الكرة، بينما في الجانب المقابل روبرتو فيرمينيو صلاح هم من يتصدرون هجمة خطيرة جدا. جاكبو، روبرت سانشيز بمحاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، وابعدت في التوقيت المناسب الى محمد صلاح على مشارف المنطقة، تسديدة من جاكبو اصطدمت، وصلت في الجهة اليمنى لألكسندر ارنولد. اهداف قد يكون هذا اولها عن طريق محمد صلاح، تسديدة من محمد علت العارضة، تحولت الى خارج ارضية الملعب، خطيرة جدا، لا زالت قائمة خطيرة. ركلة مرمى ريال مدريد حامل اللقب، كرة عن طريق كوناتي السنوات، كرة تصل الى ميتوما يلعبها، كرة تصل الى ركلة مرمى بعد انطلاقة جاءت من ميتوما، يبدو بأنه مصدر الخطر لمنطقة الجزاء، لا زالت بأقدام ميتوما، عرضية خطيرة تأتي، لكن في أحضان أليسون مر بشكل مثالي، لكن بعد ذلك التدخل يأتي من جويل ماتيب، والكرة تصطدم في الياباني، تحولت إلى خارج أرضية ميتوما استلام مثالي جدا، لا زالت مستمرة وقائمة، عرضية مرت من أمام الجميع، لكن لا زالت ما بين أقدام لاعبي فريق. يستحق نتيجة أفضل. ركلة جزاء، هل هنالك تسلل على سوليمارش؟ تقنية الفيديو لا وجود لركلة جزاء تأتي عن طريق فيرغسون، لكن في الثاني هذا ما ننتظره. كرة تصل الآن لمصلحة اليابانيين، يسجلون مبكرا جدا، انتظروا شوط المباراة الأول من جديد سوليمارش بالقدم اليسرى يضع كرة في شباك أليسون، انتهى شوط إضاعة الفرص وجاء شوط استغلالها. أعطيتكم 47 دقيقة من أجل إعادة ترتيب الأوراق. الأفضل على الإطلاق ميتوما يسدد، لكن في أحضان حارس المرمى أليسون، سدد بالقدم اليمنى ميتوما، وصلت إلى أليسون. هذا اليابان من كيتا، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، مستمرة وقائمة، تصل سهلة عند روبرت سانشيز، سيطر على كرة، يمتلك الحلول في المقدمة بالنسبة لفريق على مشارف المنطقة، ملعوبة الكرة، وبعد ذلك التصدي لا يمكن أن يتغير إلا بحضور من محمد صلاح. كرة إلى داني ويلبك، يتلاعب بالطريقة التي يريد، ويسجل باستعادة ذكريات كلاسيكو مانشستر ليفربول، والباك بطريقة في غاية الروعة وبطريقة في غاية الجمال يسجل الهدف الثالث يأتي بأقدام البتيل، والباك الكرة مرت وصلت، شوف المرور، شوف